السلام عليكم، اخوكم محمد باتيستا. اليوم احكيكم شغله كلش قويه صارت. اخر لقاء للمدرب الكويتي عبد الله العتيبي قبل فتره، قبل ايام قليله يعني. من ضمن اللاعبين اللي جاي يسولف عليهم المحترفين اللي يدربهم، جاب طاري المحترف بليسنج الاسمراني، هذا اللي يضحك ينشر باليوتيوب وبالانستا. فقال هذا من نزل ويا جورج فرح، تدرون بطولة نيويورك وفاز بيها، وبعدها بطولة هم فاز بيها وتأهل مستر اولمبيا. قال له هذا كان الاوف سيزون كله ما تيمي، فهو بس فترة البطولة راح يم جورج فرح، فأنا كنت عادة. فبهالاثناء من جاي يسولف قال لي للمقابل اللي مسوي شلون نقول اللقاء، قال له راح الجورج فرح، لان تدري جورج فرح يدرب ببلاش، اي واحد يشوفه عنده شويه جينات وجسمه زين يقول له تعال يابا اسويك مثل كاي جرين، لو اوصلك المستر اولمبيا بس تعال يمي، ويدربهم ببلاش. فصراحه شغله صدق صدمتني، انا سامعها اكثر من مره. وجاء عبد الله العتيبي وذب هاي القنبله، فما ادري اكو واحد سامع هيك شيء يعني. ما اعرف مدرب محترفين انه يكلب محترف حتى يدربه ببلاش. وهذيك مرة همات كريس اسيتو نشر منشور، ابن كريس اسيتو واقف ويا جورج فرح. فكريس اسيتو ايش كاتب عليه على المنشور؟ كاتب سياخذه ويقول له تعال سويك مثل كاي جرين. فهاي ان شاء الله بامريكا يمكن ماشي عندهم انه جورج فرح ياخذ لاعبين، بعد ما ادري الله اعلم صدق كذي. بس عبد الله العتيبي ذبها قنبله، قال انه هو يا لاعب يشوفه يقول له تعال سويك مثل كاي جرين، تعال اوصلك المستر اولمبي ويدربه ببلاش. ف يعني جورج فرح له باع طويل ويا المحترفين، وصح هاي اخر الفترات، هاي السنوات الاخيره انتهى كلش من اعتزال كاي جرين وديكستر، بعد ما سمعنا عنه. بس ما توصل هيك مرحله اعتقد يعني معقوله.